اهلا بيكم اولى اعدادي، ومعانا النهارده مراجعه ليله الامتحان في الجغرافيا وكمان في التاريخ على الترم الاول. وهتلاقيني سايب لك ملزمتين تحت الفيديو على طول علشان تحملهم وتطبعهم وتذاكر منهم براحتك. ويلا نشوف الاول ملزمه الجغرافيا. اول حاجة جايبها لك التعريفات اللي مطلوب منك تحفظها على منهج الجغرافيا. هتلاقيني جايب لك التعريفات زي المجرات هي ايه؟ هي تجمعات كبيرة من النجوم المختلفة الاحجام والاشكال والانواع. النجوم دي اجسام كبيرة الحجم مضيئة ومتوهجة تشع ضوء وحرارة. الكواكب دي اجسام اصغر حجما من النجوم معتمة لا بتشع لا ضوء ولا حرارة، بل بتستمد الضوء والحرارة من اقرب نجم تدور حوله. كمان عندك الاقمار، ودي أجسام معتمة أصغر حجما من الكواكب وتدور حولها وترتبط معها بالجاذبية. كمان السدم دي مجموعة هائلة من أجسام غازية تظهر في السماء على شكل سحابة من الغبار. النيازك دي أجسام صلبة مختلفة الحجم، عند احتكاكها بالغلاف الجوي للأرض بترتفع درجة حرارتها وتحترق جزئيا، ويمكن أن تتساقط منها أجزاء على سطح الأرض. الشهب دي أجسام صلبة بس صغيرة الحجم، برضو عند احتكاكها بالغلاف الجوي بترتفع درجة حرارتها وتحترق كليا، بتكون سهام ضوئية ونراها تجري في السماء. طب الكواكب الداخلية أقول له دي كواكب صلبة قريبة من الشمس وأحجامها صغيرة مكونة من مواد صخرية مشابهة للأرض، عكس الكواكب الخارجية دي كواكب بعيدة عن الشمس تتكون معظمها من مواد غازية وأحجامها كبيرة وبطيئة الدوران حول الشمس. بعد كده عندك حزام الكويكبات، وده عدد كبير من الكويكبات على شكل حزام بين كوكبي المريخ والمشتري. عندك السنة الفلكية دي مدة دوران الكوكب حول الشمس. عندك المدار يعني المسار الذي تدور فيه الكواكب حول الشمس وهو بيضاوي الشكل. عندك خطوط الطول، ودي أنصاف دوائر وهمية بتبدأ من القطب الشمالي وبتنتهي عند القطب الجنوبي. عندك دوائر العرض، ودي دوائر وهمية أفقية تحيط بالكرة الأرضية وغير متساوية في الحجم ومتوازية. عندك محور الأرض، وده خط وهمي بيوصل القطب الشمالي بالقطب الجنوبي وبيمر بمركز الكرة الأرضية ويميل عن الخط العمودي بمقدار 23.5. تفضل كده ماشي لحد ما تخلص كل التعريفات. يعني اخر تعريف عندك وهو البركان، وده فتحة في القشرة الارضية تندفع منها المواد المنصهرة وابخرة ورماد وغازات. كل دي التعريفات اللي مطلوبة منك في منهج الجغرافيا، مطلوب منك تحفظها علشان لما يسألني في الامتحان اكتب ما تشير اليه العبارات الآتية او يقول لي ما المقصود بأي تعريف من دول اجب عليه على طول. طب بعد ما ذاكر التعريفات اقول لك هتلاقيني جايب لك معلومات المنهج معلومة. يعني ايه معلومات المنهج؟ اقول لك مثلا يضم الكون العديد من الظواهر الكونية. قول لي الظواهر اللي عندك، هتقول لي المجرات والنجوم والكواكب والاقمار والسدم والنيازك والشهب. طب المجرة الواحدة بتحتوي على ايه؟ اقول له ملايين من النجوم بيفصل بينهم مسافات كبيرة. طب انواع المجرات ايه؟ اقول له حلزونية بيضاوية غير منتظمة. طب المجرة بتاعتها نوعها ايه؟ اقول له دي نوعها حلزوني. طب بتسمى بايه؟ اقول له باسمين، سكة التبانة او الضرب اللبني. طب النجوم اقول له دي بتتكون من مواد غازية وبتختلف الوانها على حسب درجة حرارتها، اكثرها حرارة لونه ازرق واقلها حرارة لونه احمر. طب اقرب نجم الكوكب الارض هو مين؟ اقول له الشمس لانه بيدينا ضوء وحرارة. طب الكواكب اقول له دي بتدور حوالين النجوم في مدارات بيضاوية الشكل بفعل الجاذبية، وبتتكون الكواكب من مواد صخرية وبعضها معظمه من مواد غازية. نفس الكلام للاقمار، تدور حول الكواكب وهو جسم معتم. طب نشأة السدم بسبب ايه؟ بسبب انفجار النجوم. طب الاجسام الفضائية اللي بتحتك بالغلاف الجوي ايه؟ اقول له النيازك والشهب. طب ايه الجسم الفضائي الوحيد اللي بيقدر يوصل لسطح الارض؟ اقول له النيازك. طب اللي بتبقى عاملة زي سهام ضوئية؟ اقول له دي الشهب. طب ما هو خط الدفاع الاول عن كوكب الارض ضد الاجسام الفضائية؟ اقول له الغلاف الجوي. طب معلومات العلماء دي كلها كتيرة ولا قليلة؟ اقول له قليلة. دي كلها معلومات اول درس. هتلاقيني برضو جايب لك معلومات تاني درس وكل الدروس. يعني مثلا تتكون المجموعة الشمسية من ايه؟ من الشمس زائد كواكب المجموعة الشمسية. هتلاقيني جايب لك معلومات عن الشمس ان هو نجم متوسط الحجم بيساوي مليون مرة حجم الارض، عبارة عن كرة ملتهبة واقرب نجم للارض. طب الكواكب بتاعت المجموعة الشمسية كام؟ هم 8: عطارد والزهرة والارض والمريخ والمشتري وزحل واورانوس ونبتون. تدور الكواكب حول الشمس من اللي فين؟ اقول له من الغرب للشرق في مدارات بيضاوية الشكل. بعد كده بيقول لك يقع حزام
أقدم الكويكبات فين؟ أقول له بين كوكب المريخ وكوكب المشتري. ونفضل كده ماشيين بالمعلومات، وهتلاقيني جايب لك كل المعلومات اللي موجودة في المنهج معلومة معلومة. طب بعد ما ذاكر المعلومات أكتر من مرة، يعني أقراها أكتر من مرة علشان أجمع الأفكار كلها في دماغي، هخش على إيه؟ أقول لك بقى هنخش على أسئلة بما تفسر. هتلاقيني جايب لك كل أسئلة بما تفسر اللي مطلوبة مننا في منهج الجغرافيا. طب هو انا مطلوب مني كام سؤال بما تفسر على الجغرافيا؟ اقول لك 41 سؤال. لو ذاكرتهم كويس خلاص كده يبقى انت ضمنت هتحل اي سؤال بما تفسر. طب افرض جاب لي في الامتحان اسئله ما النتائج، هتلاقيني برضو جايب لك اسئله ما النتائج علشان تذاكرها وتحفظها كويس. كمان هتلاقيني جايب لك اسئله ماذا يحدث اذا، يعني افرض حصل كذا، برضو جايب لك 15 سؤال ماذا يحدث اذا. ديت بالنسبة لملزمة الجغرافيا. الملزمة دي هتلاقيني سايبها لك تحت الفيديو على طول علشان تحملها وتطبعها. طب بالنسبة للتاريخ، اقول لك ملزمة التاريخ اول حاجة برضو جايبها لك التعريفات اللي مطلوبة عندك في منهج التاريخ، زي مثلا تعريف الحضارة، كل ما انتجه عقل الانسان سواء كان ماديا او ادبيا. طب عصور ما قبل التاريخ، اقول له دي عصور تبدأ منذ ان خلق الله الانسان على سطح الارض حتى معرفة الكتابة. طب عصر بناة الاهرامات، اقول له ده بيطلق على الدولة القديمة نسبة الى ما شيده ملوكها من اهرامات ضخمة. كمان عصر الاضمحلال، وده مهم، دي حالة الضعف التي تسود بعض البلاد في فترات تاريخية معينة بسبب ضعف الملوك. عندك بعد كده تعريف الغزو، يعني ايه كلمة غزو؟ اقول له ده السير الى قتال الاخرين ونهب ديارهم واراضيهم. طب الهكسوس دول ايه؟ اقول له دول شويه قبائل بدويه جاءوا من اسيا عن طريق فلسطين، واطلق المصريين عليهم اسم الملوك والرعاه. طب امبراطوريه، وده تعريف مهم جدا، اقول له دي دوله كبيره متراميه الاطراف بتسيطر على اراضي وشعوب بسبب قوتها العسكريه والاقتصاديه. طب يعني ايه كلمه معاهده؟ اقول له ده اتفاق بين دولتين او اكثر علشان تنظم العلاقات بينهم. طب بعثه تجاريه، اقول له دي مجموعه ترسل الى مكان معين للقيام بعمل تجاري علشان توطد يعني تقوي العلاقات التجاريه بين البلدين. منظمه اليونسكو اللي انقذت معبد ابو سمبل، اقول له دي هيئه دوليه تابعه للامم المتحده مسؤوله عن 3 حاجات، عن التربيه والعلوم والثقافه. طب يعني ايه كلمه عصر متاخر؟ اقول له ده اطلق على الفتره اللي جاءت بعد سقوط الدوله الحديثه من الاسره ال21 لل30، وتعرضت فيها البلاد للاطماع الخارجيه والنفوذ الاجنبي. طب كلمة أسطول حرب دي يعني إيه؟ أقول له برضو دي عدد من السفن المجهزة لصد المعتدين القادمين من جهة البحر. طب يعني إيه بعث؟ أقول له عودة الحياة للمتوفي بعد الموت. طب توحيد، أقول له عبادة إله واحد. طب الفصول الزراعية، أقول دول الفصول اللي على أساسها المصري القديم قسم السنة الزراعية ل3 فصول، الفيضان والبذر والحصاد. طب يعني إيه كلمة صناعة؟ أقول له تحويل المواد الخام من صورة إلى صورة أخرى، دي الصناعة. طب المقايدة، دي مبادلة سلعة بسلعة أخرى. طب التجارة الداخلية، دي حركة البيع والشراء اللي بتتم بين القرى والمدن المصرية. طب بالنسبة للتجارة الخارجية، ده حركة البيع والشراء اللي كانت تتم بين مصر والدول الأخرى. طب الحياة السياسية، أقول له ده نظام الحكم والسلطات المختلفة اللي بتبقى موجودة في المجتمع والعلاقة بين الحكام وأفراد المجتمع. طب الحياة الدينية، أقول له ده مجموعة المعتقدات والشعائر والطقوس التي كان يؤديها المصري القديم داخل أو خارج المعابد. طب بالنسبة للحالة الاقتصادية، أقول له دي الأنشطة البشرية التي يمارسها المصري القديم. طيب دي كل التعريفات اللي مطلوبة منك في منهج التاريخ. هتلاقيني بعد كده جايب لك أسئلة ما النتائج على منهج التاريخ كله، وعندنا بالظبط 17 سؤال ما النتائج، دول أهم الأسئلة اللي عايزك تحفظهم في منهج التاريخ. طب بعد أسئلة ما النتائج، أقول لك هتلاقيني جايب لك كل أسئلة بما تفسر على التاريخ، وملزمة التاريخ دي هتلاقيني برضو سايبها لك تحت الفيديو على طول علشان تحملها وتطبعها براحتك. وبكده نكون خلصنا مراجعتنا النهاردة. تحياتي ليكم مستر عطا زكي شحاتو.